أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ، ونواصل في موضوعنا الاختلاف وليس الخلاف، ويمكن هذه هي الحلقة الثالثة في هذا الموضوع. حقيقة احنا قسمته أنا لعدة محاور لأن الموضوع كبير جدا ويستحق يمكن حلقات وحلقات. موضوعنا اليوم كيف نعزز الاختلاف في الحياة العامة، وبما أن احنا ذكرنا أن موضوع الاختلاف هذه موضوع هام ونحن نعيشه ويؤثر في حياتنا، فلا بد كيف نعززه في حياتنا العامة، إذا كانت الحياة ابتداء من الأسرة ووصولا إلى المجتمع والدولة وهكذا. أولا نبدأ كيف نعزز، نبدأ من الأسرة. زي ما ذكرت سابقا الأسرة لها دور كبير، التنشئة الروحية، التنشئة الإسلامية. تبدأ الطفل من هو في سن مبكر، نقرص في هذه القيم، نقرص في هذه المفاهيم، وابتداء يمكن كثير من الأدلة، كثير من الأحاديث موجودة في التعامل، كيف نتعامل مع الآخرين يعني. فيبدأ دور الأسرة دور كبير جدا ودور هام، واللي هي تخرج لنا الأبناء، الأجيال الصالحين والأقوياء والأجيال السعيدة اللي يكون عندهم هذا الأسلوب من الأساليب الحياتية الهامة جدا. تبدأ في دور الأسرة في الجانب الروحي والجانب النفسي. الجانب النفسي اللي هو الطفل بمر بمراحل، لما يبدأ في مرحلة التمييز أهم مهارة الطفل يتعلمها وهو في سن التمييز اللي هي المهارات الحياتية، اللي يبدأ الطفل كيف يكتسب هذه المهارات، كيف يتعامل من سن مبكر. لكن أحيانا تجد أنه للأسف حتى في المواقف الحياتية تبدأ الطفل يعني عنده يكون سلوكيات يعني خاطئة، فيبدأ أنه الأسرة أو الأم أو الأب ما يهتموا، وبالتالي يبدأ أنه تتحول لمجرد كان سلوك عادي تحول تصبح أنه عادة من العادات الحياتية بالنسبة لهذا الطفل. دور الأسرة كذلك تعليم الطفل النقد البناء. نقد البناء بمعنى أنه الطفل دائما لما هو يبدأ مثلا إذا حصل مشكلة بينه وبين أخوه، بينه وبين أي جار أو زميله في المدرسة، نحن نغرس في ابننا أنه يكون عنده ثقافة النقد البناء، بمعنى أنه حتى لو اختلف وجهة نظر لابد أن يظهر محاسن الآخرين. النقد البناء بمعنى أنه أنا ما أجرد هذا الشخص من كل شيء، أنا أبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي، المحاسن والمساوي. فيبدأ أن الطفل يتعلم أوكي لو أنا اختلفت مع صديقي مع أي كان هذا الشخص، يبدأ يتعلم فن التفاوض، يتعلم اللي هي أسلوب النقد البناء. ودائما نحن نقرص في أبنائنا اللي هي مفهوم العدالة ومفهوم اللي هو يعني يطبق إنه ما يظلم الآخرين، يعني في زي ما ذكرت إنه تحب لأخيك كما تحب لنفسك، يعني بنفس المستوى. يعني الإنسان من المروءة، من قيمنا الإسلامية، نحن يعني كل ما أحب أي شيء نحن نحب لأنفسنا، مفترض أن نحن بالتالي يعني بالمقابل إنه نفس اللي نحن نكره للآخرين يعني. فهي تكون المعاملة فيها عدل، فيها مساواة، وديننا كله مبني على هذه القيم. نعلم أبنائنا كذلك فلسفة الحكمة. يعني هي الآن كثير من الناس يسألوا طيب الحكمة هي يمكن ومن أتي الحكمة قد أتي خيرا كثيرا، الله سبحانه وتعالى يقول. لكن هل ممكن نعلم أبناء الحكمة؟ نعم. كيف نعلم أبناء الحكمة؟ من خلال أساليب تربوية، من خلال القصص، من خلال الجلسات اللي نحن نعملها مع أبنائنا، كيف الطفل يتصرف بحكمة في موقف معين. إذا الطفل تعرض لمشكلة معينة كيف يتعامل معها، كيف يحل هذه المشكلة، وهي تعتبر هذه واحدة من المهارات، وفيها التعلم اللي هي
الاعتراف بالخطأ، وإنه اللوم الذاتي. يعني دائما زي ما ذكرت الأسس اللي ذكرناها في الحلقة الأولى، الطفل يتعلم اللي لابد أن إذا أخطأ يعترف بخطأ، وهذه تمثل قمة في التقدير الذات، تمثل قمة في الشخصية القوية. الشخص القوي هو اللي يعترف بخطأه، الشخص القوي اللي يعطي لكل حق حقه، يكون هو عادل منصف، هذا هو شخص قوي جدا. مهارة حل المشكلات، اللي هي أحيانا الطفل يتعرض لمشكلة يعني حتى في أبسط الأمور، يعني ما يعرف يتصرف، يكون هو يعصب ويغضب وممكن يضرب يتصرف، وهذا يمكن ينطبق عليه النوع الثالث من مستوى العلاقات اللي ذكرناها. فيبدأ أنا كيف أعدل السلوك، كيف أوجه ابني، كيف أربيه هذه التربية الإسلامية، التربية الصحيحة، أنه يبدأ هو الطفل لمصلحة الطفل نفسه. يعني هو الطفل في هذه المرحلة ما يعرف لا الخطأ من يعني، لكن نحن يعني زي ما يعني أبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني إحنا مسؤوليتنا كأسر، مسؤوليتنا كأولياء الأمور، لابد أن نوجه أبنائنا وأن نعلمهم هذه المهارات حتى يصبحوا أبناء صالحين في المستقبل. من ضمن أدوار الأسرة كذلك يعني عندنا دور الجلسات الأسرية. يعني أحيانا تكون في مشكلة، هنا يأتي دور الوالدين، يعني ما نترك المشكلة خصام ما بين الأخوة. أحيانا يحصل خصام، يعني سبحان الله، يعني لا يحل الأمور أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. يعني فيبدأ إن أحيانا الأسرة الأم والأب عارفين إنه في مشكلة حصلت بين الأخوة، أحيانا على مستوى يكون شباب يعني. فالمفروض دور الأم والأب يأتي هم كمجلس، يعني يعتبر مجلس الشورى أو الحكماء، هم اللي يوجهوا قاطرة هذه الأسرة، يجلسوا جلسة اجتماعية، جلسة عائلية، ويناقش الأمور بعقلانية، يناقش الأمور بحكمة كموجهين كمصلحين. هذا يعتبر من الأشياء الأساسية والهامة جدا. هنا الطفل يتعلم كيف أمه وأبوه كان يحل المشكلة. ما هي المسألة يكون فيها توارث، يعني احنا نربي أبنائنا بالقدوة، هي التربية بالقدوة تعتبر من أفضل أنواع التربية. أنا كأم أكون نموذج صالح في تربيتي، في حل كيف أنا أدير مشكلتي. إذا كان الطفل هو يشوف أمه تخاصم أخوانها وتفجر في خصامها وأحيانا ما تكلمه، بالتالي هو حيستغرب ليه المقاطعة ما بين خالي وأمي مثلا، ما بين خالتي وأمي، أحيانا خصام يصل أيام وشهور، ويمكن يحصل زي ما ذكرنا في القصص اللي ذكرناها في البداية. يبقى إن نحن لابد أن نكون أولا نحن يعني نكون قدوة في سلوكنا كأسرة، كمربين، كإخوة، كأزواج، لابد أن نكون إحنا قدوة، لأنه فاقد يعني كبر مقتلا أن تقولوا ما لا تفعلوا. ممكن أنا أقول لابني كن عادل، كن منصف، تسامح، تصالح، أعفو، يعني سبحان الله، وأنا أطبق للأسف أنا أكون أعمل العكس تماما. هذا بيحصل إنه الطفل يكون عايش في صراع أيهما الصح. يعني هذه تعتبر البداية هي دور الأسرة اللي ذكرنا فيها كل الأشياء. في عبارة شهيرة اللي هي معظم مشاكلنا بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، يعني اللي هو يعني معظم المشكلات بتحصل أحيانا أنا أكون قلت يعني أقول موضوع معين قصدت به شيء، لكن الطرف الثاني فهمه على غير ما أنا قصدته. فدائما نحن نتحرى في طريقة نقاشنا في أثناء إدارتنا لخلافاتنا بأن نحن نوضح هذه المفاهيم، وهذه مهارة نحن نعلمها زي ما ذكرت تبدأ من الأسرة. يأتي الدور الثاني، كيف نعزز مفهوم قيم الاختلاف في الحياة العامة. نأتي دور المؤسسات، ابتداء من مؤسسة المدارس، وهذه يمكن تكون مناشدة لكل القائمين على المؤسسات التعليمية، المؤسسات التربوية، أن يكون عندهم مواضيع تتعلق بالمهارات الحياتية. أنا أتذكر كنا بندرس مادة اسمها المهارات الحياتية، الفوكيشن سكيلز، بتكون فيها درسنا مادة اسمها حل المشكلات، كيف الطفل نملك الأبناء، وكان من مرحلة يمكن من الابتدائي من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية، فيكون لكل مرحلة على حسب المرحلة العمرية. يعني المفاهيم للابتدائي قد تختلف من المرحلة الثانوية، وبالتالي نحن إذا كنا ندير مؤسسات على مستوى
مؤسسات اجتماعية التعليمية كبيرة، أو على مستوى المدارس نهاية الأسبوع. إذا أنا عندي نادي، عندي مجموعة أتعامل معها، أدع هذه المفاهيم ضمن القيم اللي نحن نعلمها أبنائنا. والمؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات الإعلامية والقنوات اللي هي الفضائية، من ضمنها هذه القناة المباركة، أنه يكون كيف نحن يكون ضمن اهتماماتنا. وإحنا حقيقة نعرف إلى أي مدى هذا الموضوع الآن يمثل خطر على مستوى العالم. يعني عدم إدارتنا لخلافاتنا أوصلت كثير من الدول إلى نزاعات وحروب ودمرت المجتمع. فبالتالي نحن كمتعلمين، نحن كمثقفين، نعتبر يعني نخبة في المجتمع، لابد أن يكون عندنا نشر ثقافة السلام، نشر ثقافة التعايش، نشر ثقافة قبول الرأي الآخر. كيف أنا أدير هذه الخلافات حتى ما توصلنا إلى ما يعني الواحد ما وصلت إليه كثير من الشعوب، الحروب، والنتج عنها حقيقة اللجوء. وحياة الغربة وحياة المهجر ما هي حياة سهلة جدا، لكن قد تكون واحدة من أسبابها هي الحروب المستمرة يعني. ويكون هكذا دورنا نحن في الوسائل، وأحيانا موجهين حتى في الجروبات. يعني تجد إنه في أحيان بتحصل في الجروبات في الوسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان الفيسبوك أو الواتساب وكل الوسائل، بتحصل أحيانا خلافات، أحيانا يمكن سببها يكون ما يستحق يصل للخلاف بين طرفي المختلفين، يصل لدرجة إنه الخصام والمشاكل، لأنه نحن يمكن ما كنا فعلا موجهين، ما كنا نحن دور عندنا إيجابي في توجيه. يعني هو من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. يكون هذا هو دورنا نحن، وهذه مسؤوليتنا يعني أمام الله. يعني لابد أن نوجه، خاصة اللي يعني أصحاب العلم والمعرفة، لأنه الرابط اللي يشملنا دائما، الرابط الأكبر اللي يجمعنا إحنا كبشر هو يعني سبحان الله الإنسانية. فيكون من التواصل، نجعل من الاختلاف جسرا للتواصل وللتكامل، ما يكون للتناحر ولا للمباغضة ولا للحروب ولا للخصام. يعني لأنه اختلاف للتنوع، نحن قلنا الاختلاف للمزيد من التطور، وليس أن يكون الاختلاف أداة تدمر المجتمعات. نأتي للجزء الثاني اللي هو كيف نعزز الاختلاف في الحياة العامة. حنتكلم في موضوع الاختلاف متى يؤدي بنا إلى الخصومة، يعني لأنه مهم جدا. إذا نحن وصلنا طريقة أو أسلوب معين ممكن يصل هذا الاختلاف إلى مرحلة الخصومة ويصل مرحلة النزاع. أولا يمكن أنا ألخصها بشكل سريع جدا، اللي هي الاستعلاء والتكبر في الرأي، ادعاء اللي هي، وهذا أخرج إبليس من الجنة، أنه هو قال أنا ربكم الأعلى. عفوا، اللي هي الموضوع إبليس كيف هو رفض أنه يعني يتمثل لأوامر الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني أمره أن يسجد لآدم. من المعالم الأخرى اللي هو قبول الرأي الآخر، واللي هي أنه ما أصنف المخالف أنه هو يعني ينتمي لجهة محايدة أو لجهة أخرى. حقيقة هذه القيم، هذه المبادئ اللي نحن والمعالم اللي نحن لو طبقناها حنعالج كثير، وحنعزز مفهوم الاختلاف بطريق صحيح وبأسلوب بيكون أكثر إيجابية، ويكون عنده رد يعني يمكن نتائج تكون مفيدة في المجتمع، على عكس إنه يتحول لأداة الدمار والخصوم وإنه يكون هو يؤدي إلى التفرقة ما بين المجتمع الواحد. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نكمل حديثنا في الحلقة القادمة اللي هي الجزء الرابع من موضوعنا الاختلاف وليس الخلاف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،